متابعينا الأعزاء، السلام عليكم وصحة عيدكم وكل عام وأنتم بخير. رسمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم المباراة الودية المقررة ضد منتخب السويد يوم 10 جوان 2025 بالعاصمة ستوكهولم بملعب ستروبري أرينا، وهي فرصة جديدة استعداد للاستحقاقات القادمة وفرصة لرد الاعتبار أمام منتخب السويد الذي تمكن من هزم المنتخب الجزائري في زمن المدرب جمال بالماضي في آخر مباراة ودية بنتيجة 2-0. ستكون مباراة عالمية ومن طراز خاص، وكانت آخر مباراة بين المنتخبين بتاريخ 19 نوفمبر 2022. وحسب آخر الأخبار فإن أن المدرب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش هو من أصر على مواجهة السويد، أولا لاختبار لاعبيه أمام منتخب أوروبي، وثانيا لأن منتخب السويد هو من أخرج منتخب سويسرا في مونديال روسيا 2018 من الدور السادس عشر. فسيظهر بليتكوفيتش لنفسه وللجزائر من منتخب السويد الذي يضم في صفوفه أسماء لامعة نذكر منها فيكتور جوكريس هداف سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ألكسندر إسحاق مهاجم نيوكاسل الإنجليزي، أنتوني إيلانجا الذي يقدم في موسم رائع مع نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي، وكذلك مدافعي مانشستر يونايتد الإنجليزي ليندلوف. يعني هو اختبار حقيقي لمحاربي الصحراء لأخذ فكرة عن المنتخبات التي قد يواجهها في نهائيات كأس العالم 2026 في حالة تأهله. بالتوفيق لمحاربي الصحراء، إلى اللقاء.